السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بأفضل حال. عذرا على التأخير، طولت عليكم وغيبت عليكم بزاف، يعني فترة كبيرة. اسمحوا لي عذرا وسمحوا لي عذروني، يعني كانت عندي ظروف فوق الجهد، يعني كما قلت لكم شيخي كان مريض وزاد أجرى عملية، يعني واضطرتني الظروف أني نسمح في القناة. اسمحوا لي. وتوحشتكم بزاف الصراحة، والله توحشت قناتي، توحشت المشاهدين تاوعي. واليوم جيت ندير معكم وصفة البرانية. الحاجة الأولى اللي نقولوها بسم الله ونصلوا على رسول الله. كما راكم تشوفوا أعزائي المشاهدين، هنايا كنت درت اللحم، درت الحمص، درت الرند ودرت الثوم. هنا راني مش ندير معكم البرانية وصفة كما احنا نقولوا معروفة عنا الناس تلمسان، حتى داروا عليها مثل قديم، يقولوا برانية دار الألوش فاما. هذا المثل راح نحكي لكم عليه في آخر الفيديو. كما شفتوني هنايا راني ضفت البصل، وتاني راني ضفت الزيت. ما تكثروش أعزائي المشاهدين الزيت، لخاطرش ديجا راحنا ماشي نقليو البرانية. وهنايا ديروا الملح، وتاني بلا ما نوصيكم ما تكثروش الملح، لخاطرش الملح انا هنا شوفوا درت 2 مرات الملح تاعي ما جانيش قاطع، درت 2 تاع المرات الملح. وهنايا كما راكم تشوفوا راني نقليو في البصله مع الحمص والثوم والرند واللحم، يعني باش تعطينا نكهه. قلوا كما احنا نقولوا المكونات تاعكم مليح. درت الطماطيش، حبه طماطيش ربيتها مليح في الاشواط ودرتها. درت التوابل كما راكم تشوفوا، درت سكنجبير ودرت الفلفل الاحمر الحلو ودرت شويه حبه كحله. وإلا كان عندكم هكا الزعفران، كلكم تبغوا ديروا تاني. يعني هادو هما المكونات كامل. خلوا يعني الصوص تاعكم تتقلى مليح. الا بغيتو ماكلتكم تجيكم بنينه وشابه، العمده على التقليه. كي تقليو الماكله تاعكم غايه، وتخلوها يعني هذاك اللحم تاعكم يتشرب هذيك البنه تاع المكونات، راح تجيكم الماكله بنينه بزاف، وما تتقلقوش عليها تاني في الطياب. هذه هي البنات. كما راكم تشوفوا هنايا راني مرقت، يعني التمراق ما تكثروش، خاطر هذه الصوص تاع البرانيه ما راحش كيما حنا نقولوا تجي مرقه كبيره اللي راح تاكلوا بها حاجه واحده اخرى، يعني غير صوص خفيفه تاع البرانيه ما راحش تكثروا. وهنايا راني جبت البرانيه، هنا كنت انا البنات غسلتها ونقيتها مليح ونشفتها، ودربك راح نقيها معاكم. كما راكم تشوفوا تنحيو هذاك الراس الفوقاني كما شفتوني نحيت في الحبه الاولى، ودرك راح نقصو في ماشي في المنتصف شويه، يعني الراس يبقى نديرو شويه هكا كما راكم تشوفوا، يعني في الشكل ما عرفتش كيفاش نفهمكم. المهم نحو هذوك الشوكات اللي راكم شايفينهم، هذوك شغل شتو في البرانيه يجي كي الشوك، هذوك تنحيوهم. ونستغلوا هذاك الراس تاع البرانيه راح نزينوا به الطبقه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنايا الشكل تاع تقطع دوائر كما راكم تشوفوا. هنايا هذا هو الراس كما قلت لكم، قطعته ونقيته مليح وراح نديروه في الصوص يطيب، فهمتوا. وهنايا بديت نقلي في البرانيه بهذا الشكل. حاولوا انكم يعني خلوها تنقله في غرضها، ما تجهدولهاش الغاز بزاف، يعني على نار متوسطه. والبرانيه انا اعزائي المشاهدين نرمدها في الفرينه. علاش؟ لخاطرش الفرينه تخليها متماسكه وما تشرب لكمش الزيت بزاف، يعني وكل واحد والطريقه تاع يعني القليان كيفاش يقلي، لكم الاختيار. انا برك يعني كاقتراح اقترحت عليكم كيما راكم تشوفوا هنا وما تتقلقوش عليها يا البنات، وكما نقولوا حنا وقفوا عليها باش ما تنحرق لكمش. انا هنا درت حدايا طبسي، درت فيه بابي ابسوربون، وراني نحي يعني اللي نشوفها نقلات وحمارات نحيها ونحط قدامي. وإلا ما عندكش اختي الكريمه هذاك البابي ابسوربون، يعني عادي ديري طبسي وديري كسكاس وحطي فيه هذوك يعني الحبات تاوعك تاع البرانيه كي ينقلاو لك بهذا الشكل. انا هنا كنت يعني كملت الحبه الاولى تاع البرانيه قليتها، وبقات لي الحبه الزوجه، يعني والحجم يعني والكميه على حساب افراد العائله. كما انا يعني العائله تاعي صغيره، درت 2 حبات برانيه ويكفوا، يعني قادر حتى واش بغيت ننصحكم يعني ما كي تجيو تسقيو ما تسقيوش كامل الكميه، يعني غير عبر ما تاكلوا، والا بغيتوا تزيدوا زيدوا.
ما تشربوهاش كاع وتقعد لكم هكاك ماشي مليح. وإلا قعدت لكم هكاك ناشفة كفكرة، غدوة ديري لها صوص طوماط وديريها بالبيض يعني ولا تجي مليحة. ولا ما بغيتيش ديريها الغدوة من داك ديريها بوغ خبيها يعني تقعد لك يعني يومين ولا 3 ايام تعاودي تستعمليها بصوص طوماط وكاع، تجي بزاف بنينة. انا كما راكم تشوفوا هنا كما قلت لكم يعني درت الكمية الثانية، هذه هي. وهنايا راه وجد الطبسيط تاعنا يعني تاع البرانيه كما راكم تشوفوا. هادوك هما التزيين كما كنتوا تشوفوا، هادوك الريصان اللي قلت لكم يعني طابوجه وحلوين سكر، زينت بهم الطبق. ولكن انا هنا يعني نصارحكم، انا اللحم هنا كان يعني ما طابليش مليح، عاود قلبت الصوص طيب لي في وسط يعني الكوكوط. وكما راكم تشوفوا هنا يعني التزيين بسيط. ونسيت اعزائي المشاهدين يعني باش ندير الحمص من الفوق باين، قلقوني على العشاء نسيته. لكن هذه هي الوصفه تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. اما بالنسبه للمثل تاع برانية دار لوج فما، يعني هذا مثل شعبي بزاف عندنا في تلمسان معروف يعني على هذه الأكلة. يعني هنا تعرفوا باللي يعني الأكلة يعني عندها تاريخ. هذه الأكلة كما احنا نقولوا هذا الدار بالنسبة للمثل برانية دار لؤلوش فما. دار لؤلوش هما عائلة غريقة في تلمسان معروفين يعني في تلمسان، هادو دار لؤلوش يعني معروفين في تلمسان. بالنسبة فما يعني عندهم فخر واعتزاز لما يديروا هاد يعني البرانية. كانوا يديروها كيما حنا نقولوا كي يجوا وحدين ضياف عندهم ضياف صافي يديروا هذا الوصفة، ويعني ويديروها الله الله باللحم. كانت بكري يديروها الله الله باللحم بالطبع ويفرحوا كي يديروها. يعني هذه وصفة يعني كيما حنا نقولوا كانت هذاك الوقت بالنسبة لهذاك الوقت كانت يعني كي واحد يدير لك هاد الماكلة يعني حاجة كبيرة. هذه هي دار الألوش، عائلة غريقة في تلمسان معروفين في تلمسان، هما كانوا يعني يديروها بزاف للضياف وكامل. وكما تعرفوا أعزائي المشاهدين يعني البرانية غنية عن التعريف، وكامل كبرنا بها وكامل كليناها والحمد لله يا ربي. نقعدوا نشدوا يعني في الأطباق التقليدية تاعنا ما نستغناوش عليهم. وان شاء الله تكون يعني عجبتكم هذه الوصفه بزاف، وان شاء الله يعني تجربوها. وبلا ما تنساو اختكم ابراهيم بهذاك اللايك والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. ونتمنى منكم يعني الدعم والبارطاج باش قناتنا تطلع مع بعض. الى اللقاء.